سألت نفسك ايه اللي بيحصل حوالينا في الجو؟ ايه التغيرات المناخيه الغريبه دي؟ ايه موضوع المد والجزر اللي حصل في الشواطئ بتاعت مصر الفتره اللي فاتت؟ سألت نفسك عن موضوع انصهار القطبين؟ هل احنا بنقرب من نهايه العالم؟ هل مواردنا بتخلص؟ اشياء كتيره قوي عماله تطرح حوالينا وتتكلم في معلومات كتيره، بس واجب ان الواحد يعرف الكلام دوت والظواهر دي اخرها ايه وسببها ايه. تعالوا بقى معانا نعرف ايه الاجابات لكل الاحداث اللي اتكلمنا فيها. أعزائي المشاهدين المهتمين بالشأن البيئي والتنمية المستدامة، المناخ وكل الأخبار اللي حوالينا اللي كل شوية بتتسارع وبتغير، منها ارتفاع منسوب المياه على مستوى العالم، انخفاضه مرة واحدة وانحساره، تسونامي وغيره. كل الحاجات اللي بتحصل حوالينا من ظواهر طبيعية وفكر بيئي كبير قوي بيتلخص عندنا دلوقتي في مهمة التنمية المستدامة. طب ايه يا جماعة ايه فكرة التنمية المستدامة اللي ممكن نتكلم عنه بحيث ناخد الاول معرفة عامة عن هذا العلم بحيث نقدر نمارسه ونشوف اهميته ايه بالنسبة لبلدنا مصر؟ التنمية المستدامة كمصطلح وجد سنة 1972 في اصطلاح اجتماعات الأمم المتحدة لأجل خاطر البيئة. طيب التعريف ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا من حقنا نعمل كل الخدمات اللي احنا عايزينها في الوقت الحالي، بس لازم نبص على احتياجات المستقبل. يعني ايه؟ لو مثلا احد الدول اكتشفت جبل ده، هل ينفع هي كلها تستهلكه خلال ال 10 15 سنة الجايين؟ لا، بكده يكون هو شايل حق الاجيال المستقبليه، انما من حقه يستغله استغلال امثل بحيث ان هو يعيش حياه كويسه في الفتره الحاليه ثم يبقى سايب ورث لمن هم من بعده. طيب هل المحتوى في كل الموارد البيئيه بنفس الفكره؟ طبعا. خلينا نبص على التعدين، خلينا نبص على البترول، خلينا نبص حتى على الغطاء النباتي. هل ينفع تيجي على كل الاخضر واليابس وتاكل كل الاشجار وتبوظ كل الدنيا؟ ده اللي ابتدى يحصل عندنا لما ابتدينا ما نراعيش فكره التنميه المستدامه. انت ما بتحافظش على غيرك قدام، فابتدى الثروه الزراعيه بتتاكل، النباتات بتتاكل، غابات كتيره بتحترق، لقينا مره واحده ارتفاع درجات الحراره، انصهار القطبين، وابتدت تظهر عندنا مشاكل بيئيه كبيره جدا. واتذكر مصطلح التنميه المستدامه بشكل مباشر سنه 1982 في مؤتمر الامم المتحده عن الشأن البيئي، وبكده ابتدى يدرج هذا المصطلح كمصطلح رسمي للتعامل في الشأن البيئي عن الحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال اللي جاية في المستقبل. طيب هل ما كانش ذكر قبل كده؟ لا، كان ذكر على استحياء في بعض اجتماعات، منها برضو في الأمم المتحدة كان سنة 1972، وكان بيتم النظر للوضع المناخي وازاي هنتعامل مع الاقتصاد البيئي وخلافه من المشكلات اللي كانت ابتدت تظهر في هذا الوقت. ثم مرورا بهذه المرحلة ابتدت الاجتماعات الأمم المتحدة بالشأن البيئي تنتشر على مستوى العالم لحد ما ابتدوا يخصصوا 18 هدف. هم دي 18 هدف اللي قالوا ان هي دي اهداف التنميه المستدامه على مستوى العالم، والاهداف دي كان كل الغرض منها ازاي نحقق التنميه المستدامه وفي نفس الوقت يبقى في مرجعيه لينا كلنا في العالم ان احنا نقدر نستخدمها. ال 18 هدف باختصار هم كلهم لتنميه الانسان، منها القضاء على الفقر والقضاء على الجوع، التعليم والحق في التعليم بشكل كبير، لان كان في طبعا دول كتيره في الوقت دوت ما بتعلمش الناس وما بتمنحهمش التعليم بشكل مجاني، حتى التعليم الاساسي، المساواه بين المرأة والرجل او المساواة بين الجنسين في الحقوق، برضو تأمين المسكن والمأكل المناسب لكل الانسان، مصادر الطاقة والمياه النظيفة، حق الانسان في المعيشه بشكل كريم. هو ده كان محتوى ال 18 وكلهم متشابكين في بعضهم. يعني لو نيجي نبص للفقر، لو انا رأيت المبدا الغذائي والانتاج الغذائي، طب خلاص انا قضيت عليه، طب بقى في مدن مستدامه يبقى انا قضيت على عدم وجود مسكن. لو لما ابتدي اعمل تنميه في الدوله ومنها التعليم يبقى انا قضيت على الجهل والفقر. الاهداف ال 18 دول عشان نبتدي ننفذهم ابتدت كل دوله تعمل اجنده بما يناسبها. يعني ممكن تكون في دولة غنية فعندها الأكل والشرب كويس، إنما المساواة بين الجنسين مش موجودة، أو المدن المستدامة مش موجودة، أو الاقتصاديات اللي ليها علاقه بالبيئه مش موجوده. ونجد في كده ايه؟ ان الصين كدوله متقدمه او الولايات المتحده كدوله متقدمه ودول اكبر زارعين في العالم ما كانوش فقراء او كده، بس كان مشكلتهم الانبعاثات والتلوث الاكتر في العالم بيصب منهم على بقيه الدول. ومن هنا ابتدت الولايات المتحده والصين يشتغلوا هم السبونسر او الراعي الرسمي للاقتصاد الاخضر في الدول، بحيث ان هم يبعتوا منح و
لحد ما يحصل تسلسل منطقي للاقتصاد الاخضر على مستوى تقليل التلوث والانبعاثات الحراريه. نلتزم بقى بجزء الخطه المصريه بالنسبه لنا في دوله مصر عشان خاطر نقدر نعمل هذه الاهداف. ولتطبيق اهداف التنميه المستدامه ال 18 اللي احنا ذكرناهم هنحتاج بعد كده نبص على الابعاد المتعلقه بهذه الاهداف. احنا عندنا في كل ابعاد هي 3 ابعاد بالظبط اللي تمثل الانسان، هي البعد الاقتصادي والبعد البيئي والبعد الاجتماعي. والابعاد دي ابتدت الدوله المصريه تحط رؤيه وخطه اللي هي 2030، ودي اللي هنتكلم عنها في حلقات جايه باذن الله، بحيث نعرف تم مراعاه ال3 ابعاد ازاي لتناسب الهويه المصريه والشخصيه المصريه. كان معاكم مهندس مايكل البدراوي من بودكاست اللوكاندا.